طيب دي مجرد لعبة، احنا هنا بنهاف فن، وكمان في جوائز مالية. يعني انا عندي في الفيديو ده 3 اسئلة، كل سؤال ب5 درجات، فانت معاك 15 درجة، فاول 3 هيجيبوا 15 من 15 هيحصلوا على جوائز مالية توصل ل 27 جنيه. يعني الاول هياخد 27 جنيه والتاني 25 جنيه والتالت 22 جنيه ونص، وعندنا شفافية تامة في توزيع الجوائز. ايوه، فتعالوا نشوف اللعبة بتتكون من ايه. انا عملت لكم مثال بسيط كده عشان تفهم في الاول اللعبه بتتكون من ايه. اول حاجه انا بديك كود بالشكل ده زي الكود البسيط اللي انا بديهولك، طبعا الكود بالجافا، اكيد انت عارف ان الكود بالجافا، ايه المعلومه دي. المهم، وبعدين المفروض ان هسيبك وقت من الزمن تقريبا هيكون 10 ثواني، هو الوقت اللي هياخده الكوالا في انه يتحرك من النقطه A لحد النقطه B بالشكل ده. اول ما الكوالا يوصل ويخلص المفروض انت تكون خلصت. لو لسه ما خلصتش ممكن توقف الفيديو، وبعدين خلينا احنا نشوف بقى الكود ده مع بعض. ممكن الطريقه اللي انا بحل بيها، او ممكن انا اقول حاجه كده في وسط الكلام تكون انت مش عارفها، فتبقى معلومه زياده بالنسبه لك. دي حاجه تبقى قويه جدا وحلوه جدا. ولو في حاجه انا ما قلتهاش انت تكتبها في كومنت فانا اعرفها، فتبقى حاجه حلوه جدا وقويه جدا وكلنا نعرفها. فدلوقتي هنعمل ايه؟ اول حاجه int x بتيكوال 5. طبعا انت عارف ان الاكس دي بريمتيف داتا تايب، وكمان انت عارف ان اي بريمتيف داتا تايب في الجافا بيتخزن فين؟ بيتخزن في مكان في الميموري اسمه الستاك. الستاك ده هو المكان اللي بيشيل اللوكال فاريبل وبيشيل الميثود. يبقى اي بريمتيف داتا تايب بيتخزن في الستاك، فهيروح يفتح مكان في الميموري ويسميه اكس. ومعلومه تانية عن البريمتيف داتا تايب هي ايه؟ انها بتتخزن في الستاك وبتشيل الاكشوال فاليو بتاعتها. فمعنى كده ان الاكس دي شايله ايه دلوقتي؟ شايله الخمسه، مظبوط. فالبريمتيف داتا تايب هي عباره عن داتا تايب بتشيل او بنريبريزنت بيها السمبل فاليوز. طيب زي ايه في الجافا؟ زي انتجر. طب ليها امثله ثانيه؟ ليها امثله ثانيه. عندك بايت وشورت ولونج، وعندك دبل وفلوت لو عايز تخزن اعداد غير صحيحه اللي هي اعداد عشريه. عندك كاركتر لو عاوز تخزن حروف. عندك بوليان لو عايز تخزن قيم ترو او فولس. هم دول ال8 بريمتيف داتا تايب. وسامعك يا اللي بتقول سترينج، السترينج مش بريمتيف داتا تايب، السترينج مش بريمتيف داتا تايب يا بي. فاحنا خلاص خزنا كده الاكس. هنروح عند الواي، انت واي بتساوي اكس، هيروح يفتح مكان في الميموري ويسميه واي ويحط فيه اكس، ولا يحط فيه قيمه اكس؟ صح، يحط فيه قيمه اكس، هيحط فيه 5. حلو قوي. وبعدين الواي بتساوي 10. المعلومه الثالثه اللي هتعرفها عن البريمتيف داتا تايب ان لما قيمتها بتتغير فهي بتتغير فعلا، بتتبدل. يعني لما قلت له واي بتساوي 10 مش هيروح يفتح لي فاريبل جديد ويحط فيه 10، لا خالص، ده هو هيغير لي القيمه اللي هو الواي اللي هي 5 دي ويشيلها ويحط لي مكانها 10. فبالتالي لما اقول لك اطبع لي قيمه اكس فانا متوقع انك تقول لي ان الاكس بتساوي 5، ولما اقول لك اطبع لي قيمه واي فانا متوقع انك تقول لي الواي بتساوي 10. انا متاكد ان انتوا كلكم حليتوا المساله دي صح، فادي نفسك 5 من 5. لو غلطت في واحده فيهم ادي نفسك 1 من 5، لان اللي انت غلطت فيها دي للاسف كانت ب4 درجات للاسف. تعال نشوف بقى. كده انت عرفت ايه؟ كده انت عرفت نظام اللعبه، كده انت عرفت يعني ايه بريمتيف داتا تايبس وامثله عليها اللي هم ال8 انواع، وكمان عرفت البريمتيف داتا تايب بتتخزن فين؟ بتتخزن في الستاك زي ما احنا قلنا، كويس كده، وبتشيل القيمه الفعليه بتاعتها. خد السؤال التاني. هنا سؤال بيتكلم عن السترينج بيلدر. السترينج بيلدر هو كلاس موجود في الجافا بستخدمه علشان اعمل عمليات على السترينج بطريقه كويسه، بطريقه efficient. تمام كده؟ فالكوالا هيبدا يتحرك وانت ابدا حل. طيب الكوالا خلص، لو محتاج وقت تاني ممكن توقف الفيديو، مفيش مشكله. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في الكود ده. اول حاجه ننزل على السطر الاول اللي هو فيه string builder sp1، نرجع الستاك بتاعنا اللي كان فيه x و y. ولما قال لي string builder sp1 رحت فتحت مكان في الستاك وحطيت فيه sp1 تساوي new string builder hello. هو هنا بيكريت اوبجكت جديد من string builder وبيبعت له في الكونستراكتور قيمه وهي hello. هل هشيل الهالو دي احطها في اس بي 1 هنا؟ طبعا لا، مش كده. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل احنا مأجرين برضو حته ثانيه كده كويسه، ايجار جديد في الميموري اسمها الهيب. الهيب دي بنرمي فيها كل الاوبجكتس، اي اوبجكت بنرميه في الهيب ده، فهيروح في الهيب يفتح مكان ويحط فيه هالو، والمكان ده كده كده ليه ادرس، المكان ده ليه عنوان. طيب وبعدين خد العنوان ده حطه في اس بي 1.
فدلوقتي لو قلت لك اس بي 1 شايله ايه، اوعى تقول لي شايله هالو، امال شايله ايه؟ ده شايله ريفرنس الهالو، شايله بوينتر على هالو، شايله الادرس بتاع هالو، تمام كده؟ فاس بي 1 جواها دلوقتي الادرس. من شويه انت قلت لي ان البريمتيف داتا تايب بتشيل الاكشوال فاليو بتاعتها، فمعنى كده ان اس بي 1 دي مش بريمتيف داتا تايب؟ مش بريمتيف داتا تايب. طيب دي اسمها ايه؟ اسمها ريفرنس تايب، تمام كده؟ دي مش بريمتيف داتا تايب. ايه هي بقى ريفرنس تايب؟ are types that refer to object rather than holding the actual data directory. بيقول لك هي تايبس بتريفير لاوبجكت، بتشاور على اوبجكت ومش بتشيل اكشوال داتا، زيها زي السترنج بالظبط. فالسترنج كمان بتتخزن في الهيب وبتشيل الريفرنس بتاعتها. بيحصل كده برضو في الاري كمان، الاري بتتحط في الهيب والريفرنس بتاعها بيكون موجود في الستاك. بس مش معنى كلامي ان الاري داتا تايب، مش معنى كلامي لا بص مش هينفع. تعالى نسجلها بطريقه بروفيشنال. الاري مش داتا تايب، ليست نوع بيانات. It's not a data type. No sono tipo di dato. Sono base un tipo di donne. تمام؟ خلاص؟ مش داتا تايب؟ اتفقنا؟ طيب تعالى نشوف اللي بعده. string builder sp2 بتساوي sp1، فيروح في الميموري يفتح مكان اسمه sp2 ويحط فيه اللي موجود جوه sp1. طب ايه اللي موجود جوه sp1؟ اوعى تقول لي هالو، انا سامحك ليه بتقول هالو؟ اللي موجود جوه اس بي 1 الادرس، فيحط جوه الادرس اللي هو اكس واي زد. فدلوقتي اس بي 1 بتشاور على ايه؟ على اكس واي زد، واس بي 2 بتشاور على ايه؟ على اكس واي زد. طيب وبعدين قلت لك اس بي 2 دوت ابند وورلد. ابند بتعمل ايه؟ بتضيف بتكونكاتينيت سترينج على سترينج. كونكاتينيت يعني بتدمج مثلا يعني ممكن نخليها تدمج. فايه اللي هيحصل؟ هيروح لاس بي 2 يلاقي فيها ادرس، يروح للادرس يلاقي فيها اكس واي زد، هيعدل في الاوبجكت ده، ركز في الكلمه دي، هيعدل في الاوبجكت ده ويخليه هالو وورلد. وبعدين لما اقول له هنا اطبع لي اس بي 1 فانا متوقع انه يطبع لي هالو وورلد، اطبع لي اس بي 2 فانا متوقع انه يطبع لي هالو وورلد. ولو جاوبت صح ادي نفسك 5 درجات، غلطت في واحده ادي لنفسك 1، لان اللي انت غلطت فيها دي كانت ب4 درجات. انت لحد دلوقتي اتعلمت ايه تاني؟ اتعلمت يعني ايه سترينج بيلدر، يعني ايه ابند، عرفت او افتكرت يعني ايه ريفرنس داتا تايب وامثله عليها، وعرفت الريفرنس داتا تايب دي بتتخزن فين وبتتخزن ازاي. انا سامع واحد دلوقتي قال لي من المايك بيقول لي هو انت ليه هناك استخدمت سترينج بيلدر عشان تكونكاتينيت حاجتين في بعض، عشان تدمج التو سترينجز في بعض؟ طب ما تستخدم سترينج على طول. قلت له حاضر، هديك نفس المثال بالظبط لكن باستخدام سترينج دايركتلي من غير ما استخدم سترينج بيلدر. الكوالا هيبدا يتحرك وانت ابدا حل. الكوالا وصلت. طيب ماشي، تعال نشوف الكود ده عمل ايه. هل هيبقى نفس الكود اللي فات بالظبط ولا في اي تغيير هيحصل؟ تعال نشوف. اول حاجه string str1 تساوي هالو. هنروح تاني للستاك بتاعنا الجميل ده وهنحط فيه str1. طيب هالو هتتحط فين؟ هتتحط في str1. غلط لسه قايل لك من شويه ان السترنج دي برضو بيمشي عليها نفس الحوار وهتتخزن في الهيب. فهيروح في الهيب يفتح مكان ويحط فيه هالو، والمكان ده الادرس بتاعه ايه؟ اي بي سي. شيل الاي بي سي حطها في str1. خلاص كويس، str1 دلوقتي بقى فيها اي بي سي. ماشي. string str2 بتساوي str1. شيل اللي جوه str1 حطه في str2 زي ما قلنا المره اللي فاتت. هيعمل ايه؟ هيحط فيها اي بي سي. خلاص كويس، الاثنين دلوقتي بيشاوروا على نفس الاوبجكت. وبعدين str1 بلس ايكوال وورلد. هنا بقى في تريكايه كده بسيطه. هي ايه؟ احنا لو جينا نفك اصلا السطر ده هيطلع ايه؟ هيطلع str1 بتساوي str1 زائد وورلد. str1 زائد وورلد دي هتعمل ايه او هيحصل فيها ايه؟ هيروح يفتح لها مكان تاني في الميموري. فراح فتح لها مكان تاني في الهيب واداها ادرس اللي هو AAA وقال لك ان ده هالو وورلد. وبعدين راح شال الاي بي سي وحط مكانها AAA. فدلوقتي str1 بقت تشاور على الاوبجكت الجديد وstr2 لسه بتشاور على الاوبجكت القديم اسف. طيب فدلوقتي لما هيجي يطبع str1 انا متوقع انه هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي هالو وورلد اللي هو في الجديد، ولما اقول له str2 هيطبع لي هالو. لو كده نشوف انت كده اتعلمت ايه بعد المثال الثالث. فكده انت عرفت الفرق بين الكونكاتينيشن باستخدام البلس ايكوال وباستخدام الابند. انا خلصت، سلام.